ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة على قناة الكورة الحلوة. غرامة عن ماتش أهلي وإنبي في الجولة ال 12 بدوري عام ممتاز. الأهلي دخل المباراة منتشر، فوز على بيراميدز 1-0، رفع رصيد 27 بونت في الصدارة، فوز على فريق قوي. نادي إنبي دخل برضه منتشي، حقق فوز مفاجئ على الاتحاد السكندري في ملعبه مع كابتن عطية يوسف مدرب جديد بعد تعادل مع الداخلية، عنده 10 بونت مركز ما يليقش بيه. فالراجل داخل لو مش هكسب احاول اخد بونت بحيث ان انا اجمع بنار. الاهلي النهارده كان عنده 4 تعداد في التشكيل. مارس الكوره كان عنده 2 اختياري و2 اجباري. 2 اجباري اصابه عبد المنعم وكريم فؤاد ربنا يشفيهم، ولعب مكانهم ياسر، لعب مكانهم محمود متولي ومحمود طارق والشحات. وعندنا في تعادلين، كان برون سابيو لعب مكان احمد قادر، ما ظهرش مستوى كويس الماتش فات، يعني عمل مجهود بدني بس ما كانش مؤثر. واللعب محمد شريف ما كانش لحسين برضه اللي قدم يعني ما كانش على مستوى الماتش اللي فات. الاهلي لعب طريقه المعتاده 4-2-3-1. يا جماعه الفريق يثبت، الفريق كويس يثبت تشكيله، يثبت طريقه لعبه وعدل في الافراد او العناصر، يعني ما العبش في دي، ممكن العب بدل لعيب بلعيب، لكن ما رشت اللعب لاي سبب من الاسباب. عندنا الناحيه الثانيه الكابتن عطيس لعب النهارده 5-3-1-1. لعب خماسي دفاعي ثابت، ثلاثي ارتكاز. رفيق كابو اللعيب التونسي السريع رماه على علي معلول يلعب في ظهره على المساحات، واحمد بن اوفا لعيب قوي بدنيا، لعيب طويل عنده قوه، عنده جسمانيا قوي، بس هو عنده بطء، بس هو لعيب محطه، بيعرف الكره على كلها بياخدها، بيعرف ينزل الكره على الارض يشغل زمايله. مش خطير قوي على المرمى، لكن لعيب مجهود كبير، وهو كان ابرز لعيب في الشوط الاول. المباراه ابتدت بمحاولات هجوميه من الاهلي، انفراد في الدقيقه 3 محمد شريف، هديه من عمرو السوليه، صنع هدايا في الاهلي كماتش اللي فاتوا. الحقيقه محمد شريف عمل مشاركه سيء جدا في جسم حارس المرمى، انت منفرد على حدود منطقه الجزاء، الحارس طلع لك بدري قوي قوي ويعني خلاص، فالجون انفتح لك والحارس رمى على الارض. اي كره عاليه جون او حتى تعدي بسرعتك والعبها جون، هتعمل مشاركه سيء جدا، هدف مؤكد ضايع. كره في دقيقه 5 فرصه لمحمد شريف، حاول جوه 6 تبطأ فيها، يعني اتاخر قوي ان هو يسدد، الدفاع انقذها. محمد شريف يعني بيعاني من عدم ثبات المستوى، يعني شويه بقى كويس شويه بقى وحش. فريق انبي لعب النهارده كابتن طلعت يوسف يعني طريقه لعب غير عامله زي الباسكت، مزيج ما بين دفاع المنطقه والضغط العالي او الدفاع المتقدم. الراجل لعب النهارده 5-3-1-1. طيب هو الراجل كان بيلعب ازاي؟ انا عندي خماسي ثابت بامن بيه ورا، وعندي ثلاثي ارتكاز بيغطي مساحات في وسط الملعب، وبعتمد على التحولات السريعه. رفيق كابو ومدار احمد عيد لعيب السريع الباك اليمين، بيلعب ظهر علي معلول. احمد اوفا لعيب محطه يريح لزمان جاي من ورا، حاول اخطف واجري زي ما بيقولوا. عندنا في الدقيقه 12 تسديده كرباج لاحمد عيد، عندنا في الدقيقه 17 تسديده احمد من اوف، قلنا لعيب مجتهد بس قليل على المرمى. النادي الاهلي بيحاول يضغط على انبي، يعني زي ما بيقولوا رويدا، لكن انبي كان بيلعب يعني مره يلعب ضغط عالي 5 دقائق او مثلا 10 دقائق، بعد كده يرد تاني يلعب كوره تحت الكوره 10 تحت الكوره. في اجهد الاهلي ما فيش لعب ثابته، فانت مش قادر تضغط عليه او ايه تحطه تحت الضغط. عندنا في الدقيقه 20 اول يعني فرصه نادي الاهلي، عرضيه من الشحات ممتازه على المعلول السديده، الدفاع انقذها. عندنا مكان السوليه بجور القايم الشمال، السوليه بيأدي بشكل ممتاز الكام ماتش اللي فاتوا. الاهلي بيحاول يضغط على انبي، بس انبي حاجه كان واقف بشكل كويس جدا في الملعب بدنيا، كان واقف كويس، ودي حاجه مهمه جدا في طريقه اللعب دي. بعد عندنا محاوله لاحمد اوفا تسديد اعلى المرمى، الراجل بيحاول مجتهد، بس قلنا هو يعني قوته كلها ان هو محطه، لعيب محطه، لكن كهداف يعني ما عندوش اللمسه دي. الحقيقه محاولات من الاهلي مع دفاع قوي من انبي. عندنا في الدقيقه 42 تسديده قويه من السوليه، الحقيقه محمد شريف كره راحت جال المرمى، حط رجله عايز يكملها، كره طلعت، انتهى الشوط بالتعادل السلبي. هنا كان السؤال، هل انبي هيلعب بنفس الطريقه؟ كان بنفس الطريقه دي محتاجه موجود بدني كبير جدا، اللي انت بتعرف ما بين الضغط العالي وانك تنزل تحت الكوره، والتحولات الهجوميه السريعه. التحولات الهجوميه دي اللعيبه بتبذل مجهود بدني كبير عشان تجري تغطي المساحات، فكان هل هتقدر تلعب بدنيا تكمل بالشكل ده؟ طب الاهلي مطالب بحلول، ان هو يسرع لعبه اكتر، ان هو يقرب من الجزاء اكتر، يبقى في سرعه في الاداء اكتر من كده بكتير، مع حلول فرديه، مع عشان تكتل دفاع كبير بيلعب بيه نادي انبي. او ربع ساعه الاهلي محاولات من السيطره على الاهلي، انبي رد كله تحت الكوره خلاص، يعني بدنيا واضح الفريق مش هيقدر اكمل بالطريقه دي، فخلاص فانا بلعب عليه، انا في نص ملعبي بقفل كويس جدا، بحاول العب على اللونج باص رفيق كابو او احمد اوفا
كرة طويلة بقى خلاص مش قادر اعمل التحولات السريعة لان البدنية مش قادر اعمل ده، انا افضل رايح جاي رايح جاي، لا فانا خلاص انا ثابت ورا بلعب لونج باص بحاول اخطف بيه. الاهلي بيحاول شويه يخش منطقه الجزاء لحد ما عندنا الدنيا فك في دقيقه 58 هدف الاول النادي الاهلي محمد مجدي قفشه. الجون ده يعني هو جون ايه زي ما بيقولوا جون عشوائي، الكره كانت عاليه رد في وسط الملعب بين مدافعين انبي، محمد نزل محمد شريف نزلها للسوليه. هنا السوليه يا جماعه، السوليه الكره جايه له تقريبا عند قوس وسط الملعب. هنا الرؤيه الفيجن عند السوليه، الراجل الكره لا سند ولا زق الكوره ولا هو الراجل الكوره جايه له وهو عنده الرؤيه. يعني شاف قفشه لمح بالشاف، شاف قفشه بيجري في اتجاه المرمى، لعب كوره ببطن رجله لمسه واحده مباشره قدامه، مش في رجله قدامه، ليه في المساحه الفاضيه يعني يعني ان المساحه اللي تجريه. هنا قفشه لعيب خفيف وسريع، دخل بسرعته بين اثنين لعيبه حطهم في ظهره انفرد بالجون خلاص، في اي لمسه ضربه جزاء، فاي مدافع اي تداخل ضربه جزاء وطارد. لا الراجل حد جاب شكل عدى الحارس حاول يطلع عدى منه بشكل كويس، خد الكره بس زي ما بيقولوا لعبها بالشمال، هدف الاول النادي الاهلي، هدف يعني فتح المباراه تماما. بعدها عمرو السوليه صنع السعاده زي ما بيقولوا، لعب كوره هديه بينيه لحسين الشحات في 6 يارده، حسين بدل ما يشوطها فولي على طول حاول يلعبها بالعرض في حلق المرمى، الدفاع انقذها. ابتدى المساحات تبان في انبي لان انبي خلاص عايز يتعادل، الكابتن طلعت عمل تعديل ثلاثي، غير 3 لعيبه، خرج محمد امين فالموجه، نزل مكان كريم الطيب ونزل مصطفى الشكشك في خط الهجومي، ونزل علي فوزي الباك اليمين السريع مكان احمد عيد اللي اسمه فاز بدنيه. فالراجل خلاص بقى انا مغلوب بحاول اندفع هجوميا. تمام، ده على حساب ايه؟ ان في مساحات ظاهره في دفاعي لان خلاص انا بحاول اطلع لقدام، بس انا مش مؤثر لان يا جماعه اصعب شيء في الكوره انك تهاجم. الدفاع برضو ما اقدرش اقول سهل، بس الدفاع اسهل من ان انا اهاجم. بدات تحاول احمد عبد القادر الشوط الاول ما بانش تماما، كان يعني في التكتل الدفاعي ما قدرش يعمل حاجه. الشوط الثاني لما بدا يفتح شويه ابتدى الشغل يبان في الدقيقه 70، اختراق احمد عبد القادر عدى بشكل كويس جدا جدا من ناحيه الشمال، بس الدفاع انقذها. بعد كده عندنا عدى مره ثانيه بدايه 72 لعب كره لقفشه، قفشه سددها، الكره جاله على حدود منطقه الجزاء، بدل ما يشوطها بوش رجله لعب بوش رجله عشان يضمنها. في ساعات بحتاج القوه وساعات بحتاج الركن، الكره كان محتاجه قوه لان هو بان الجزاء والجون مفتوح له، في ضربه بتاع شاطها الطشه كده بوش رجله في اي حته جول، فرصه هدف مؤكد للنادي الاهلي. بعد كده عندنا هديه محمود قال لي لحسين شحات جوه منطقه الجزاء، حسين شحات الكره عامله بند وخبطت فيه فرخمته، فخدها من تحت لفوق على المرمى. الكره دي لو كره يعني بتتهادى على الارض حتى حتى وش رجله فرصه هدف مؤكد، لعب على يمين الحارس البلعوط كان برضه في هدف مؤكد ضايع. بدا مساحات تبان في دفاع انبي. بعد كده عندنا في الدقيقه 77 اليو ديانج الهدف الثاني. اليو ديانج يا جماعه لعيب عنده باص كويس، قوه بدنيه كويسه، بس هو عنده مشكله في الدريبل. يعني هو في الدريبل لما بيجري بالكوره تحس ان الكوره بتبقى بعيد عنه، ما بيقدرش مسافه كويس. ده حاجه مهمه في الكوره على فكره، الدريبل ده مهاره انك تدي الكوره تحت رجله مش حد يعملها. فهو لعيب يعني عنده مميزات وفي حاجات ممكن يشتغل عليها، يعني ممكن يشتغل على التسديد، رجليه قويه لو ركز تسديد هيجيب جوان. هنا الراجل استلم الكره في وسط الملعب برده من عمرو السوليه، هنا الراجل اتحرك برده. انبي يا جماعه قلنا بيحاول متقدم بيلعب ضغط عالي شويه بحيث يقطع الكره من الاهلي. هنا الراجل ضرب الدفاع كله يعني بثلاث 4 خطوات، عدى من واحد في تاني وزي كوره مساحه فاضيه. هنا برده محمد شريف قلنا ان هو كان اداؤه مش على مستوى النهارده، هنا محمد شريف برده صار بذكاء، وسع له، ما وقفش في سكته وخبط فيه او اخد منه الكوره، لا وسع له فطلع راح بوش للجون، انفراد تام. الراجل اخترق بسلاسه بسرعته وقوته الجسمانيه، ركن الكوره اعلى مرمى، هدف ثاني النادي الاهلي، هدف خلص المباراه تماما خلاص. يعني هدف في الدقيقه 77 خلص المباراه. بعد كده محاولات عشوائيه من انبي، ماليش ولا فرصه شوطه للانبي تقريبا، حتى التسديدات بعيده مش يعني خلاص الاهلي سيطر على المباراه تماما. هنا مارس كولر دخل في الدقيقه 84 عمل 3 تعديلات، نزل شادي مكان محمد شريف، ونزل برونو سافي مكان عبد القادر، ونزل رامي مكان محمد هاني موجد، ان يعني واضح انه عنده تخلصات. هنا هو عايزين نتكلم عن التغييرات، مش معنى يا جماعه ان انا عندي 5 تغييرات ان انا اغيرهم في المباراه. انا كمدرب شايف ان الفريق شغال كويس مش محتاج ان انا اغير، خلاص ليه اغير؟ الدنيا ماشيه كويس مفيش مشكله. الحقيقه المباراه استمرت الدقائق الباقيه، محاله استحواذ من الاهلي في تسديده لشادي حسين عدت قدام الجون يعني، ومقابل استسلام نادي انبي. خلاص الفريق عرف ان هو اتغلب او خلاص استسلم النتيجه. انتهت مرة فوز النادي الاهلي 2-0، فوز خلاه يحافظ على الصداره وصله 30 بونت،
الحقيقه الفوز يكتسب اهميه كبيره لان الزمالك تعادل بعدها مع الداخليه فبقى بقت 30. الزمالك المنافس المباشر بقى 25 وفي وش عن 23 هيلعب سيراميكا، لو كسب 26 يخش تاني. فالحقيقه فوز قدر الحقيقه النادي الاهلي. هنتكلم عن نجوم المباراه. نجوم المباراه رقم واحد بالنسبه لي مارسيل كولر. يا جماعه المدرب يعني ليه اكتر من شق. في شق نفسي، في شق اللي هو التكتيكي اللي هو الفني، وفي شق بدني. البدني خلاص انا بجيب واحد مدرب لياقه بدنيه بيشتغل بدني، بيشوف احمال اللعيبه المطوشه، بيديهم الجرعات التدريبيه البدنيه دي تحت شرف المدرب طبعا. دي خلاص. في الناحيه في ناحيتين بقى عايز اتكلم عن الراجل. الناحيه الفنيه، ان الراجل ليه بصمه في الملعب، في شغل في الملعب واضح ان الفريق في كوتش قاعد واقف على الخط، وقفته في الملعب، فريق واقف في الملعب، في انضباط تكتيكي، في تحركات، في جمل بتنفس كتيره جدا. يعني في جمله بتنفس خصوصا في الشق الهجومي، في كوره دايما علي معلول بيعملها. الفريق يفتح الملعب، بيقفوا مع اخر مدافع وبيلعب كوره سويرف علي معلول من ورا المدافعين. عبد القادر عملها قبل كده وجاب جون، والنهارده عملها له. الكره دي متكرره، في جمله بتنفذ دايما بين معلول وعبد القادر. الناحيه الثانيه واضح الشحات في شغل بينه وبين محمد هاني، في تبادل في المراكز. لا واضح ان في شغل. الراجل فنيا وتكتيكيا شغال مش نايم. الراجل الفريق ابتدى مع الوقت يشرب طريقه لعب الراجل، واحده 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 واحده. طبعا طالب منتشر ما اديش فرصه قوي، لكن مع الوقت ومع تدعيمات الفريق كمان، لما يبقى عندك حلول اكتر وبدال اكتر، هيدي اريحيه اكتر ان هو طبق الفكر اللي هو عايزه عند اللعيبه اللي بشغل. فواضح ان دي ناحيه فنيه عاليه عند الراجل. ماتش بيراميدز كسبه بذكاء، يعني كسبه بذكاء، عرف ازاي يلعب بيراميدز يكسبه. ماتش الزمالك في النهائي في السوبر كسبه برضه، كان اختبار مهم. اتحاد المصري في افريقيا، انت بتلعب ماتشين خروج مغلوب، قدرت تكسب الرجاء وتعدي. فدي كلها اختبارات للمدرب. ناحيه مهمه جدا الناحيه الشخصيه. واضح ان المدرب علاقته كويس جدا باللعيبه، اللعيبه بتحبه. الراجل على قد ان هو صارم معاهم، لكن الراجل بيضحك معاهم، بيهزر معاهم. تحس ان في علاقه طيبه بينه وبين اللعيبه. حاجه كويس جدا في المدرب يا جماعه. ممكن ابقى كوتش ممتاز وعالمي كل حاجه، بس انا علاقتي باللعيبه سيئه. خلاص، لما اللعيبه دي هي ادوات اللي بشتغل بيها. واضح ان هو راجل شخصيته قويه، في نفس الوقت قريب من اللعيبه. بيعرف امتى يضحك وامتى يكشر وامتى يشد وامتى يرخم على اللعيبه. دي حاجه مهمه. فنيا راجل تكتيكيا يعني شايف الملعب، بيقرا الخصم. بدنيا فريق واقف على رجله كويس، فريق بيلعب مش كوره بعتين بس واقف على رجله كويس جدا. فوز مهم جدا جدا. عندنا برده من نجوم المباراه عمرو السوليه اللي بيأدي ده الاداء اللي عمرو السوليه اللي هو الطب بتاعه. عمرو السوليه لعيب لا غنى عنه في منتخب مصر والنادي الاهلي. الحقيقه في مستواه لعيب عالي جدا. النهارده عمل 2 اسيست يعني وشاط على الجون كورتين ثلاثه، عمل اكتر من اسيست. اداء رائع لعمرو السوليه. ديانج عمل جول كبير. الفرقه بصفه عامه ماشيه بخطه كويسه. الف مبروك النادي الاهلي، فوز كبير، فوز مهم. اتمنى تحليل اعجابكم، تعملوا لكم اشتراك قناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.